أهلا بكم. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين. مفاجآت حسام حسن وصلاح يقود الفراعنة في معركة المونديال. استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيقود به مباراة الأرجنتين في إدار مباريات بطولة كأس العالم 2026. ويلتقي منتخب مصر أمام الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء في دور الستاشر من بطولة كأس العالم 2026. وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الستاشر من كأس العالم بعد تخطي عقبة أستراليا والفوز عليهم بضربات الجزاء بنتيجة 4-2. وينوي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مشاركة محمد صلاح في هجوم الفراعنة أمام الأرجنتين، لكنه قد يعاني من حيرة في الدفع بعمر مرموش أو مشاركة هيثم حسن بعد تألقه أمام أستراليا. كما من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع استمرار تواجد كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر ضد الأرجنتين، بجانب المفاضلة بين إشراك حمدي فتحي أو رامي ربيعة في قلب الدفاع. تشكيل مصر المتوقع أمام الأرجنتين في كأس العالم: حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع كريم حافظ، محمد هاني، ياسر إبراهيم، والمفاضلة بين حمدي فتحي ورامي ربيعة. خط الوسط مروان عطية ومهند لاشين، إمام عاشور. خط الهجوم زيكو ومحمد صلاح، ومفاضلة بين هيثم حسن ومرموش. دعواتكم لمنتخب مصر أمام الأرجنتين، وإن شاء الله النصر لمصر وتتأهل إلى الدور الثمانية بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك، وشاركونا رأيكم في التعليقات، وشيروا الفيديو، وشكرا لكم.